السلام عليكم. يلا بينا نبدأ. بسم الله. أول ملاحظة لغوية مهمة عايزاكم تعرفوها، أو أنا هسألكم الأول أشوفكم عارفينها ولا لأ. إيه الفرق بين interesting و interested؟ وده سؤال امتحان بيتكرر لازم كل سنة. interested وإيه الفرق بين exciting و excited؟ ايه الفرق بينهم يا جماعة؟ اول حاجة اللي اخرها ing دي interesting exciting، اي حاجة صفات اخرها ing فهي بتوصف شيء. بتوصف to describe thing. يعني ايه بتوصف شيء؟ يعني حاجة مش عاقلة، حاجة غير عاقلة. يعني the film ممكن نقول the film was interesting أو the film was exciting. الفيلم كان ممتع أو شيق. تمام. the film the play المسرحية مثلا play. هقول الفيلم the film was exciting. طيب أنا بقى دي بتوصف الأشخاص persons. تمام. I was excited by the film. الفيلم كان أنا كنت متحمس وأنا بشاهد الفيلم. تمام. يبقى the film was exciting. كان ممتع أو interesting. تمام. يبقى الحاجة اللي مش عاقلة، الحاجة الجامدة، الجماد ده سواء فيلم مسرحية كتاب أي حاجة هتاخد ing. تمام. ing نركز عليه هنا وهنا ing اهي. ماشي. ودي آخرها ed للأشخاص. تمام. ed في الصفات هنا للأشخاص interested excited. تمام. مع persons I was excited. ماشي. I am interested. يبقى عشان ده سؤال الامتحان اختار I am interested ولا interesting. ما تنفعش تبقى طبعا يعني أنا exciting أنا حاجة ممتعة وأنا حاجة مشوقة. لا، I am excited. I am interested. تمام. I am interested. خلاص فهمتوا الجزئية دي عشان دي مهمة جدا. ing للأشخاص سوري أسفة ing للأشياء والed للأشخاص. تمام. ing للأشياء ing للحاجة اللي مش عاقلة. في الصفات طبعا يعني ما ينفعش أقول ing مع present continuous أو past continuous وأرجع أقول لأ ده فيها ing. ليه؟ لا، مع الصفات اللي فيها ing مش على الافعال. كلامنا على الصفات، ركزوا معايا. يعني مثلا انا ممكن اقول I was playing, I was watching, I am playing, I am watching. دي افعال اخرها ing عادي. انا بتكلم دلوقتي على الصفات. الادجectives المنتهية ب ing تبقى بتوصف الاشياء الغير عاقلة. ing مع الحاجات الغير عاقلة. ed مع الأشخاص. I am interested, he is interested, she is interested. تمام. I am interested in reading short stories. He is interested in science. هو مهتم بالعلوم، أنا مهتم بقراءة القصص القصيرة. تمام. دي أول ملاحظة عندنا ودي أهم ملاحظة عشان أنا كده بدأت بيها. تمام.